ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هتكلم عن القايمة. بالنسبة للقايمة، البنات اللي بتيجي تتجوز مشكلة القايمة والشباب، يعني البنات والشباب في الأيام دي. طبعا احنا كنا عارفين من زمان على طول القايمة دي أساسي، هي حقوق الزوجة القايمة. لكن بالنسبة بقى يعني الصح ايه؟ هل القايمة دي هي اللي هتجيب السعادة؟ هي دي اللي بتضمن حقوقها؟ هي القايمة حقوق متفقين عليها، بس الحياة غالية يعني، والبنت بتجهز حاجات، بتجيب حاجات، والعريس بيجيب حاجات غالية، وبتبتدي تاخد كل الحاجة دي. طب افرضي لا قدر الله حصل فشل في الزواجة دي، العريس يبقى خسر كل ده، يعني كل ده وبيجيب حاجات كتير غالية. كل ده هي بتكتب القايمة كلها اللي هي جايباها واللي هو جايبها، كل حاجة، ويبدأ حياته من جديد. طب ليه؟ طب ما احنا ناخد، ويا رب ما يجيب حاجة وحشة. طبعا الواحدة بتبقى داخلة تستقر، بس بتحصل ظروف ما بيرتاحوش، بيحصل انفصال. فاحنا اهم حاجة اختيار الزوج الصح المناسب اللي يتقي الله ويكون كفء في كل حاجة، كل حاجة اجتماعيا، تعليميا، متقارب كده. يعني الواحدة بتبقى خلاص هو ده اوكي، والدين ده قبل اي حاجة، وان يتقي الله في الواحدة ده قبل اي حاجة، قبل اي حاجة. بس نظام القايمة بقى، يعني الفكرة دي خلاص المفروض ادمت، المفروض نغيرها. هنكتب قايمة ماشي، بس نكتب قايمة بايه؟ مش بكل حاجة. يعني العريس بيجيب حاجات والعروسة بتجيب حاجات. طب المفروض بقى نكتب قايمة بالحاجة اللي العروسة جابتها. ليه؟ ما هي كده كده قاعدة في شقة جوزها، يعني شقتها كل الحاجة دي بتاعتها، يعني وما ممكن يعيش طول العمر والحاجة دي تدوب كلها ويرموها ويجيبوا غيرها تاني. لكن لا قدر الله نفترض حصل حاجة، يبقى في الحالة دي خلاص بتاخد حاجتها اللي هي خدتها، يعني بحيث تبقى ما خسرتش حاجة. الحاجة اللي هي جابتها خدتها تاني، والعريس برضو حاجته موجودة بقى، يتصرف فيها، يجددها، يسيبها، ويجيب فوقيها، هو حر، دي حاجته. ما يبقاش خسر كل حاجة كده. ولا انتوا ايه رأيكم؟ قولولي في الكومنتات. قصة القايمة دي، هل نكتب كله، كل الشقة، الحاجات اللي بتجيبها العروسة والعريس تتكتب قايمة للزوجة، ولا انتوا معايا في الرأي ان الاتنين يجيبوا حاجات والحاجة اللي العروسة جابتها تكتبها قايمة ليها، عشان لا قدر الله لو حصل حاجة يبقى هي برضو ما خسرتش، جابت حاجتها اللي هي خدتها تاني، وهو برضو حاجته موجودة يقدر يتجوز عليها او كده. يعني احنا بنشوف حاجات الزيجة ما بتقعدش 3 4 5 6 شهور وساعات سنة وبيحصل مشكلة. يعني احنا برضو مش عاوزين ايه، يبقى كل حاجة العريس يطلع مثلا خسران كل حاجة. انت ليكي حقوق وكل حاجة، بس طبعا هو برضو بني ادم، فيدي حصل مشكلة وانفصلته، هو يجي يبدأ حياته تاني من اول وجديد، يبتدي يبدأ من الصفر تاني، يبدأ عشان يجيب الحاجات اللي هو جابها دي، يبدأ من الصفر، والحاجة غالية جدا. الحاجة الخشب غالي، والأوض غالية، والأجهزة غالية العروسة بتجيبها، كل حاجة غالية، سجاير غالية، ستاير، نجف، كل حاجة حرفيا غالية، غالية جدا جدا جدا. يعني أوضة النوم دلوقتي العادية، مش العادية اللي هي النظيفة المحترمة الحلوة، 100 وطالع، 100,000 وطالع، اللي هي العادية الكويسة، والله 100 وطالع. الأوض بقى اللي هي الماركات بقى الغالية قوي بقى بتوصل فوق 250,000 300,000 وساعات نص مليون جنيه. ما انت مش هتجيب مثلا حاجة خشب تقعد لك سنة مثلا وتتكسر، اللي هي الحاجات بقى اللي بحاجة وعشرين زي كانت زمان. كان زمان الأوضة اللي ب25 تمام وتقعد. دلوقتي لا، ما تجيبش حاجة كويسة. الأوضة كويسة مش أقل من 100,000 دلوقتي، اللي هي تقعد معاكي كويسة. 100,000. انت بتشوفي نوعية الخشب، مش الديكور من بره، نوعية الخشب، الخشب الحلو اللي يقعد ويستحمل، الخشب الحلو. بس أقل أوضة دلوقتي ب100,000 جنيه. أقل أوضة سفرة زي أوضة النوم برضه. الأنتريه دلوقتي، أقل أنتريه اللي هو اللي يعيش معاكي وشكله يبقى شيك ويشرفك ويبقى حلو، برضه هتلاقيه في حدود مثلا 50,000 60,000 وأكتر و70,000. وفي أكتر طبعا، بقول في المتوسط، أنا بقول الحاجات المتوسطة. أوضة النوم دي اللي ب100، السفرة اللي ب100، الأنتريه اللي ب50 60 70، ده الحاجات المتوسطة اللي هي الحاجات النظيفة، النظيفة وحلوة ومتوسطة، مش العالية. العالية بتوصل أرقام خرافية، احنا بنسمع حاجات خرافية. وفي ناس دلوقتي بيلجأوا انهم يروحوا دمياط ويفصلوا الحاجة. يعني في دمياط جاهز، انت بتشتري جاهز اوكي، او من المعارض الكبيرة،
تشتري جاهز من عباس رقات من مدينة نصر. في الهرم في معارض كبيرة، أو دمياط المعارض الكبيرة. في ناس بقى بتضطر تفصل قبلها بكذا شهر في دمياط برضه، يقولك عمولة بقى دي بتقعد مدة طويلة في الوقت، وبس برضه بتعيشوا كويسة، وبرضه غالية مش رخيصة، بس بتوفر شوية عن الجاهزة، بتوفر شوية. فالناس دلوقتي الحاجة صعبة جدا، فما نجيش على الشباب برضو ونقعد نقول له هات 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 هات. والشبكة والدهب، يقولك الدهب اكتبيه في القايمة. الواحدة دلوقتي مامتها وبابا لما يجوا يتفقوا، مامتها وباباها انت تجهز واحنا نجهز، وتكتب قايمة كاملة، والدهب تجيب دهب وتكتبه في القايمة مع العفش. طب ما كده حرام، ما كده حرام. ما الدهب ده انت كده كده بتاخديه، ده هديتك. ما هو سوري يعني مش واطي ان هيقولك لو حصل انفصال هات الدهب، يبقى واطي. هو خلاص دي هدية طلعت منه وانتوا اتجوزتوا، خلاص دهبك. وعلى فكرة ممكن واحدة تبقى متجوزة وقاعدة مع جوزها وسنين ويحتاج لأي ظروف دهب. افرض قال لها انا عاوز الدهب اللي انا جبتهولك، اتزنقت في مشروع، في مشكلة، حصل مشكلة ليه وانتوا عايشين كويس وبيتقي الله فيك، ودهبه وقال لك هجيب لك زيه تاني او احسن منه، هتستخسريه فيه؟ ما انت هتديهوله بنفسك وبنفس راضية هتديهوله. يبقى ايه لازمة الدهب اللي بيتكتب في القايمة؟ ما اصلا الزوجة بعد ما تعيش سنين، ولو جوزها جه طلب منها الدهب هتديهوله بحيث ان هي بمزاجها، لان جوزها شايلها في عينيه وراجل بيتقي الله وعشرة وعايشين مع بعض سنين، وجيت له ظروف صعبة وده دهبه في الاول والاخر هو اللي جايبه، فهي من نفسها هتروح مديهوله. ليه؟ عشان مثلا حصل مشكلة او دروب او حاجة زي كده. فملوش لازمة ان نكتب الدهب في القايمة اصلا، يعني ملوش لازمة اساسا. دي هدية، هدية انت بتاخديها ليكي، هديتك. ولو جوزك اتزنق وانتوا عايشين مع بعض وكويس معاكي هتديله انت من نفسك، انت اللي تقولي له من نفسك خده. واصلا المودة والرحمة في الحياة دي اهم من اي حاجة. يعني الزوج والزوجة، الزوج اللي بيتقي الله في مراته، والزوجة برضه اللي بتتقي الله في جوزها. مش كل حاجة على الزوج، الزوج لازم يتقي الله عشان يلاقي معاملة كويسة. لان لو الراجل ما اتقاش، ما بقاش معاملته كويسة مع مراته ويتقي الله فيها، هي مش هتتقي الله فيها. الحياة تبادل، يعني تبادل، انت كويس هي هتبقى كويسة. الا زي برضو بقى مش كويسة خالص بقى ومتربتش على كده، زي برضو ساعات الزوجة بتبقى كويسة جدا وجوزها معاملة زفت. ده وارد وده وارد، الحلو وارد والوحش وارد في الطرفين. يعني ساعات الزوجة تطلع كويسة الزوج يطلع وحش، الزوج يطلع كويس الزوجة تطلع وحش. بس يا رب كل الناس تطلع كويسين، الزوج والزوجة كويسين ويكملوا ويعمروا ويعيشوا طول العمر مع بعض. فانتوا قولولي موضوع القايمة ده ايه نظامه، ايه اخباره، ايه عاوزين القايمة الصح ايه، الصح ايه؟ عشان يعني البنات بتتأخر في سن الجواز وبتعدي ال30 وال40 كمان، بتقعد كتير من غير جواز بسبب الموضوع ده. الشباب مش معاها تدفع، ولو دفعت بيقعد يقول دي هتطلب قايمة واهلها يطلبوا قايمة وكل حاجة وهفرش الشقة، وفي الاخر كل حاجة تروح عليا وفي بيطلبوا الدهب كمان ودهب غالي. طب حتى لو ما كتبناش الدهب في القايمة ماشي، برضو ما تعلوش سعر سقف الدهب قوي. يعني دلوقتي على فكرة كله بيتجوز بدبلة وخاتم ومحبس، كل دلوقتي الجيل اللي طالع، يعني 22 25 24 كل ده لغاية مثلا 30، كل ده بيتجوز بدبلة وخاتم ومحبس. محدش بيجيب زي من 10 سنين مثلا، 10 سنين 15 سنة كان بيجيلك طقم مثلا الكوليه بالانسيال بالخاتم بالدبلة بالحلق، كان طقم، كان دهب رخيص. دلوقتي انت عشان تعرفي تجيبي طقم من 10 سنين جايباه او من 15 سنة هيعدي فوق المليون ومليون ونص و2 مليون جنيه. فمين الشاب اللي هيقدر يدفع شبكة دلوقتي طقم على بعضه؟ هيدفع لك شبكة بمليون جنيه ب2 مليون جنيه، وهيجهز ب2 مليون 3 مليون، ويعمل لك فرح مثلا بنص مليون، هيدفع 5 مليون جنيه غير الشقة. طب ليه ده مين؟ ما هو صعب يبقى كده مفيش حد هيتجوز. في ناس بيعملوا كده بس دول ناس أغنياء جدا. لو بالأسلوب ده احنا بنقول العادي، الناس العاديين، العاديين زي ما انا قلت اسعار الخشب العادي، الاوضه اللي ب100 دي عادي، انطريه ب60 70 50 ده العادي. الذهب، انت دلوقتي لو جبتي ذهب دبلة خاتم محبس ممكن توصل ل50 60 الف 70 الف 100، ده عادي برضه. دلوقتي الدبلة والخاتم محبس شوفي جرام الذهب بكام. هو نزل الفترة دي بس كان عالي من فترة بسيطة جدا، وهيعلى تاني على فكرة، هيعلى برضه. فشوفي المتوسط كام. لكن لو رخص زي زمان يا ريت بقى يبقى الناس ترجع زي زمان وتجيب بقى الحاجات اللي هي الكوليه والطقم والحاجات دي. ضروري قصة القايمة،
هل البنت تجيب حاجتها والولد يجيب حاجته ويكتبوا قايمة يعني يكتب لها قايمة بالحاجة اللي هي جابتها بس، وكده كده الحاجتين ما هي بتوعها وبتوعه وعايشين مع بعض؟ ولا زي اللي احنا معتادين عليه الاتنين يجهزوا ويكتب قايمة بالشقة كلها؟ انتوا شايفين ايه؟ قولولي عاداتكم ايه وتقاليدكم ايه وايه الصح، وانتوا يعني ايه الصح، ايه اللي المفروض يتعمل؟ كومنتاتكم تهمني. بنات السعودية يهموني، وبنات مصر والخليج كله يدخل يقول لي ايه النظام. انا بتكلم عن نظام مصر بالذات هنا كمصريين، وبرضه السعودية يدخلوا والبلاد كلها تقول لي ايه النظام. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصل لكم. سلام.